النقاش والمجادلة حاجة بنعيشها كل يوم، سواء مع الأهل أو الأصدقاء أو حتى مع ناس منعرفهمش، وممكن يمتد النقاش لساعات وساعات في محاولة لإقناع الطرف الآخر برأينا. في فرجة هنقولك على 10 نصائح هيساعدوك بنسبة كبيرة جدا على إقناع أي شخص في دقايق معدودة. اتكلم بسرعة. في دراسة اتعملت في أحد الجامعات وجدوا إن المحاضر اللي بيتكلم بمعدل 200 كلمة في الدقيقة الطلاب بيقتنعوا بكلامه بسهولة وبيعتبروه من المسلمات، على عكس المحاضر اللي بيتكلم بمعدل 120 كلمة بس. جميع مدربين التنمية البشرية بيستخدموا الأسلوب ده في محاضراتهم. استخدم دايما في نقاشك كلمة نحن بدل كلمة أنا. الدراسات بتؤكد المفعول السحري للكلمة دي، فبشكل أو بآخر بتعطي إحساس للمستمع إنك معاه في نفس صفه مش في الطرف المضاد ليه. اختار الوقت المناسب للنقاش. الوقت المناسب هو الوقت اللي بيكون فيه طرف النقاش الآخر مش متوتر ولا مشغول، وحبذا لو كان بعد الأكل مباشرة. أكتر من إحصائية وجدوا إن الشخص تصالحه مع أي اقتراحات بيزيد بعد تناول الطعام. استخدم لغة ونبرة حوار بشكل يتناسب مع الأشخاص اللي بتتناقش معاهم، فمثلا لو كبار في السن تجنب الهزار أو المزاح والتزم بنبرة جادة، ولو كانوا أطفال فتجنب استخدام مصطلحات علمية أو كلمات لغوية معقدة. لغة الحوار المناسبة هي أقصر طريق للإقناع. لازم تسمع الطرف التاني كويس وتديله الحرية في انه يقول كل اللي عايز يقوله من غير ما تكتمه او تقاطعه. احساسه بان هناك اشياء عايز يقولها بيخليه يتمسك برأيه ويظن انه هو الصواب، وانه مجرد ما اخدش الفرصة لإثبات ده. اقتبس من كلام الطرف التاني بعض الكلمات او الجمل واستخدمها في كلامك. انصاتك الجيد لكلامه هيساعدك على المهمة دي. لما يلاحظ انك فعلا مهتم بكلامه ومنصت ليه هيشعر تجاهك بمودة بشكل لا ارادي، واللي بدوره هيسهل عليك المهمة جدا. استخدم القصص والأمثلة في كلامك لتشبيه الموقف اللي انتوا فيه. استخدام القصص والأمثلة بيجعل المستمع مستمتع بكلامك ورغبته في مقاطعتك بتقل جدا، وده هيسمح لك بإبداء وجهة نظرك بشكل وافي. الدكتور الراحل إبراهيم الفقي أكد على الأسلوب ده في كتابه فن الإقناع أكتر من مرة. حاول قدر الإمكان تخلي الطرف التاني يجاوب معاك بالإيجاب حتى ولو مش في صلب الموضوع، لكن جعله يقبل على الإجابة بنعم بتعد طريق مختصر لإقناعه وبتخليه يتخلى عن رأيه مع مرور زمن النقاش. استخدم بعض المشاعر في كلامك. دايما الكلام الممزوج بإحساس ليه تأثير أكبر بكتير من غيره. استمالة عاطفة الطرف التاني بتخلي العقل العاطفي ينشط والعقل التحليلي يخمل، واللي بيخلي القدرة على النقاش والمجادلة تقل بنسبة كبيرة، ومش بيبقى قدامه غير الاستسلام للعاطفة دي. وظف لغة الجسد بشكل صحيح. ما ينفعش تبني حوار ناجح وتقدر تقنع الطرف التاني وانت باين مهزوز او مش واثق في نفسك. حركات ايدك وتعبيرات وشك ليهم نصيب الاسد في تحديد مدى سهولة مهمة اقناع الطرف التاني. احرص انك تخليها سهلة جدا. أصدقاء فرجة، رأيكم يهمنا جدا، وكل نصيحة أو انتقاد بتقدموه بيحسن من مستوى القناة وبيرسم مستقبلها. عشان كده عايزينكم تشاركوا في استطلاع رأي فرجة، واللي هيساعدنا نعرف آرائكم واقتراحاتكم، ونوعدكم هنقراها كلها ونحاول جاهدين نحققها. هتلاقوا رابط الاستطلاع في الديسكريبشن تحت الفيديو. نشوفكم الفيديو الجاي.